لو عايزة تعملي مخلل الكرنب الأحمر في البيت باللون اللي انت شايفاه ده من غير ما تضيفي اي لون صناعي ولا اي حاجة عليه غير طبيعية، ويحتفظ بالقرشة بتاعته لحد اخر قطعة فيه، يبقى الفيديو ده علشانك. الفيديو سهل جدا، بس مش اي حد هيطلع اللون الطبيعي ده ويحافظ على القرشة لحد اخر قطعة. بس في البداية صلي على النبي وحطي لايك فرحيني بيه، يا رب يفرح قلبك. ولو ما انتش مشتركة في القناة اشتركي فيها علشان تصلك كل وصفاتي، بنزل وصفات يوميا، وصفات والله مفيدة جدا، وبحاول اجيب لكم حاجات تفيدكم حقيقي، وما بنزلش لكم غير الوصفة اللي نجحت معايا علشان تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. وفعلي زر الجرس، وتعالي اقولك ازاي تخلي المخلل يطلع معاكي باللون ده. والاهم من اللون انه يحتفظ بالقرشة بتاعته لمدة، مش هقولك لمدة شهر ولا 2، لحد اخر قطعة فيه هيفضل محافظ على القرشة بتاعته. بس يلا بينا كده نصلي على النبي ونبدأ. بصي لسه القرمشة زي ما هي. في البداية كده عندي حبة من الكرنب الاحمر او البنفسجي زي ما بتقولوا عليه يعني. هتبداي تقطعيها كده، تخلي السكينه هي كده بتكون جامده في البدايه، يعني بتكون صلبه مش زي الكرنب الابيض كده. هبدا اقطعها بقى شرايح كده رفيعه الاول، قسميها كده حتت، ولو فيها اي ورقه مش مرغوب فيها شيليها علشان ما تبوظش الباقي. وابداي قطعيها شرايح بالشكل ده كده، شرايح رفيعه يعني علشان تستوي معاكي بسرعه، وكمان تديكي شكل جمالي كويس جدا، وتنزل اللون بتاعها دلوقتي. تعالي بينا بقى بعد ما خلصناها كلها كده، تعالي معلقتين من الملح وحطيها وقلبيها كده، وسيبيها حوالي ساعه ولا 2 تنزل اللون بتاعها فيها. وهاتي عندك بقى اي برطمان متعقم كويس جدا، والافضل يكون ازاز علشان ما يتفاعلش معاه. وانزلي بقى بالكرنب بتاعك كده بالشكل ده كده. طبعا بيكون فاضل شويه كده اللي هم نزلوهم الحمر، لازم تنزلي بيهم في البرطمان، وهنكمل الباقي ميه. عندي بقى ميه مغليه ومتبرده، هنزل عليها بملح. الرتل الميه بياخد معلقتين او من معلقتين ل3 معالق، وهنزل بشويه نص كوبايه من الخل الابيض او خل التفاح. ولو عندك فصوص توم حطي برضو، مش بحب ريحه التوم علشان كده مش هحطه، بس هو بيعتبر مادة حافظة برضو، بيبقى حلو في الكرن. طبعا في ناس بتحط برضو ليمون، بس هو مش محتاج بصراحة، يعني المخلل عبارة عن كده بس. غطيه بقى كويس، وبعد حوالي بالظبط لو عايزة تاخدي اللون ده سيبيه 3 ايام. عايزة تاكليه بشكل سريع ممكن بعد 24 ساعة يكون جاهز معاكي. بس بصي بقى انا سبته حوالي 3 ايام، شوفي الشكل واللون عامل ازاي، ما شاء الله الله اكبر. والسر بقى في في النص كوب الخل ومعلقتين السكر اللي بتحطيهم معاه، الاتنين بيعززوا اللون وبيخليهم بالشكل ده. ولا الطعم حكاية، والقرمشة بسبب معلقة السكر في حتة تانية خالص. بصراحة من جمال اللون الواحد ممكن يعمل منه عصير، لولا ما انا حط عليه ملح والله كنت استخدمته في العصاير. لونه تحفة فعلا، لون يعني كأني من غير ما تحط عليه شمر ولا اي حاجة. يعني بصي اللون ده، تخيلي اللون ده خارج من المخلل كله بسبب انك بتحطي معلقتين ملح في البداية على الكرنب وتسيبيه ينزل المادة بتاعته من غير مية. اللون الطبيعي ده بقى بيخليه، يعني بصي ده بعد ما قعد معايا اسبوع في يعني متخلل ومحافظ على قرشته ولونه وطعمه، حكاية والله العظيم حكاية. صلي بقى على النبي وحطي كومنت حلو كده.